السلام عليكم، كيف حالكم يا بنات؟ اليوم بدي أشارك معاكم صفيحة التركية بالمخبز التركي. أنا بدي أحضر الحشوة بالبيت والعجين عند صاحب المخبز، وإنتوا لو بدكم تحضروها في البيت أنا راح أكتب لكم طريقة العجين، سهلة جدا يعني. هيك الصفيحة بتطلع محشية باللحمة، وباقي الأشياء راح تشوفوها مع بعض. بنرافقها مع البصل بالسماق والخس مع الليمون، وانتوا بتحطوا معاها المقبلات اللي انتوا بتفضلوا. تطلع رقيقة ومرتبة. ويلا بينا يا بنات نحضرها مع بعض ونشوف كيف تحضيرها. نحكي بسم الله. عندي 4 حبات بصل صغار. طبعا الفليفلة والفليفلة الحارة والفليفلة الحلوة كله هيك بدي اقطعه جميل. حطيت حبتين بندورة، وبدي احط حبتين فلفل حلو، و3 حبات حار لانه مش حار كثير. بدي احط فصين ثوم كمان، اضربهم بالخلاط مع الخضرة. راح اطحن كمية وكمية، اخليها معاها بلندور عشان تنطحن، يعني ما بدي اضيف مي. على فكرة راح اضيف كل اشي هون. اهم عنصر هو البقدونس. هيك بتطلع الخلطة. عندي هون نص كيلو لحمة، بدي اضيف عليه الخليط هذا. بدي اضيف عليه معلقتين معجون بندورة. بدي اضيف عليه معلقة فلفل احمر، بابريكا، كاري، معلقة صغيرة فلفل اسمر، كمون، زنجبيل، ملح طبعا حسب الرغبة، زيت، دبس الرمان معلقتين كبار، ونخلط الاشياء كلها مع بعض وننزلها للفرن. هيك بتطلع الخلطة. هو راح يفردها هيك جاهزة. نزلنا على المحل عشان نسوي لكم اللحمة بالعجين اللي بنحكي لها احنا الصفيحة او العروس. اشي فاخر على الاخر ما شاء الله. يعني هم ما شاء الله محلهم كثير عليه طلبات، والله صارنا اكثر من ساعتين احنا ماسكين الدور. هو الهدف عشان كمان برق العجين كثير رقيق، انتم بتقدروا تسووه بالبيت يعني ما في مشكلة، بس انا حبيت اشارك معاكم هالتجربة. بسوي كمان صواني للناس بيطلبوا طلبات بندورة، بشوي لهم بندورة، باذنجان، فلفل. هاي اشياء للناس بس حبينا نصور لكم اياها. كل اشي بحضروه هون.
Bunlar size. اها، هاي اول تنتين طلعوا من الفرن. إشي ما شاء الله. هاي كمان الثانيات بيطلعوا رقاق كتير. طلعوا يا بنات، إشي فخامة. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقدروا تسووها أنتوا كمان بالبيت. طلعوا يا بنات على هالشوفوا، على هالمنظر اللي بيفتح النفس. عن جد إنها روعة. أتمنى وصفتي اليوم تعجبكم، وما تنسونا من اللايك ومن الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.